مساء الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده من بيت العيله. كل سنه وحضراتكم طيبين مع اولى ايام عيد الفطر المبارك. ربنا يا رب يعيده علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بخير وسعاده. النهارده في حلقتنا هنقدم لكم شكل من اشكال الاحتفال بالعيد في دوله عربيه اخرى وهي سوريا. شكل الاحتفال بالعيد في سوريا ايه؟ الطقوس ايه؟ هل في تشابه بينها وبين اللي احنا بنعيشه في مصر او اللي احنا بنعمله في العيد في مصر؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيوفنا اللي موجودين معانا. اسمحوا لي ارحب بيهم. بيسعدني يكون معايا الاستاذه سعاد محمد السيد، مدربه تنميه بشريه. اهلا بيكي. اهلا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، وبدي اعيد عليكي وعلى كل الشعب المصري العزيز وعلى شعب سوريا وكل الامه الاسلاميه. كل عام والامه الاسلاميه بالف خير يا رب. وانت بخير. بيسعدنا ايضا يكون معانا الاستاذه ميساء الشماع، مؤسس فريق شام. اهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك وكل سنه وانتم طيبين ومصر بخير، وربنا يديم الامن والامان على مصر يا رب امين. معانا كمان الطفله نور سامر. اهلا بيكي يا نور. اهلا فيكي. كل سنه وانت طيبه. انت انت طيبه. عندك كام سنه؟ 13. ما شاء الله. انت بنت الاستاذه سعاد صح؟ طيب خلونا نبدا في البدايه واسال الاستاذه ميساء. في البدايه عرفيني يعني ايه فريق شام؟ فريق شام أسس من الحاجة الملحة في بلاد الغربة. طبعا مصر وطننا الثاني بإذن الله تعالى، ولكن ظروف السوريين هون بحاجة لأولاد بلدهم يتكاتفوا معهم، يحسوا بمواجعهم، يقدموا لهم خدمة، يفرجوا هم عنهم. من هالمنطلق أسس فريق شام. فريق شام هو فريق إغاثي بحت يقوم على قضاء حوائج السوريين ضمن الإمكانيات التي يملكها وضمن آلية معينة. يعني مثلا عوائل بنقدم لها أدوية، عوائل بنقدم لها سلات غذائية بشكل مستمر، عوائل بنقدم لها كافلات شهرية لأنه ما في معيل أبدا إلها، وهكذا. يعني بتقدروا توصلوا لبعض بسهولة؟ نحن فريق مؤلف من 17 صبية وشاب. عندنا داتا كامله للعوائل، وخصوصا العوائل المتواجده باكتوبر، لانه الكل صار بيعرف، القاسي والداني، انه اكتوبر صارت مدينه سوريه خلاص. دمشق الصغرى صار عم بيقولوا. نعم تماما. يعني تواجد كبير للعوائل السوريه هناك، والحمد لله الله قدرنا انه كثير نخفف عنهم. الحمد لله. الله يسلمك. طيب استاذه سعاد، عندك ربط خاص جدا بين مصر وسوريا. نعم. احكي لنا بقى الربط ده جه منين؟ والله يعني أنا بعتز أنه نصي مصري نصي سوري، فالعروق والدماء في اللي بتسري بجسدي مصرية سورية. والدي بالأصل مصري من دمياط، سافر من حوالي 40 سنة على سوريا، وهنيك تعرف على أمي وتزوجها. أمي سورية طبعا، وعاش هنيك كل عمره، والله يرحمه مات واندفن بتراب سوريا. ونحن طبعا من بعد الحرب نازحنا من تحت القصف، وجيت بعدين أنا وأولادي وعائلتي ورجعنا لأرض مصر. يعني هالتمازج بين سوريا ومصر اللي بيحملوا بدمائي حاولت يكون على أرض الواقع يتجسد عمليا من خلال تواجدي طبعا مع الأحباء السوريين. دائما هون نحن معهم، دوري معهم تحديدا كدعم نفسي. أنا اختصاصي مدربة تنمية بشرية، فدوري مع الأمهات مثلا اللي فقدوا أزواجهم، اللي عم بيربوا أولادهم، اللي نزحوا من الحرب، حتى الأولاد اللي تعرضوا للعنف، عاشوا أيامات الحرب والقصف، كيف نقدر نتعامل معهم وإعادة تأهيل نفسي للأهل وللأطفال. هالدوري تماما مع أحبابي السوريين هم بمصر، عبر طبعا مجموعة من الكورسات والورش اللي بننظمها بين فترة وأخرى بأكتوبر وغير أكتوبر على مستوى جمهورية مصر كلياتها. كنت عايزة تسمعينا حاجة خاصة بمصر وسوريا. والله هو يعني شاعر النيل الرائع العظيم حافظ إبراهيم كان كتب هيك قصيدة عم يمدح السوريين فيها وعم بيجسد حب مصر لسوريا. والله وكأني هلا عم بسمعه وعم يوصف حالنا هلا. اخترت لك هيك بس كان بيت منها، طبعا هي قصيدة طويلة بس شوفي شو بيقول. لمصر أم لربوع الشآم ننتسب، هنا العلا وهناك المجد والحسب. إذا ألمت بوادي النيل نازلة، باتت لها راسيات الشآم تضطرب. وإن دعا في ثرى الأهرام ذو ألم، أجابه في ذرى قاسيون منتحب. ما عاب، شوفي هلا عم يوصف السوريين، ما عاب أنهم في الأرض قد نثروا، فالشهب منثورة مذ كانت الشهب. رادوا المناهل في الدنيا ولو وجدوا إلى المجرة ركبا صاعدا ركبوا.
لو قيل في الشمس للراجين منتجع مدوا لها سببا في الجو وانتدبوا. شوفي كمان شو بيقول، سعوا إلى الكسب المحمود، هي إشارة أن السوريين بيحبوا الشغل والمهنة، ما بيطيقوا يقعدوا طبعا. سعوا إلى الكسب المحمودا وما فتئت أم اللغات بذاك السعي تكتسب، فأين كان الشآميون كان لها عيش جديد وفضل ليس يحتجب. هذه يدي عن بني مصر تصافحكم فصافحوها تصافح نفسها العرب. الله يرحمه. فالله يرحمه، كلام ولا أروع، بيجسد التلاحم الفطري ما بين السوريين والمصريين. اكيد. طيب نروح بقى لنور، قولي لنا بقى انت حاسه بايه في مصر؟ يعني انت بقالك قد ايه في مصر لحد دلوقتي؟ أنا تقريبا هون 4 سنين، بس مصر بعد يعني وطني الثاني، يعني كأني أنا قاعدة بوطني. بقالك 4 سنين، هل في اختلاف في العادات وفي الاحتفالات؟ يعني مثلا العيد في مصر بتعيشيه زي ما كنتي بتعيشيه في سوريا؟ لا، هون مثلا كل أغلب قرايبينا هونيك بسوريا. كنا يوم العيد يعني نروح نزور كل قرايبينا. بس أول شي كنا نروح عند جدي وناخد العيدية، بعدين نروح اهم حاجه العيديه. بعدين كنا نروح عند أهل البابا أول، بعدين بنروح عند أهل الماما وبناخد كمان العيدية وبنتغدى معهم. بعدين بنروح بنزور قرايبينا التانيين، يعني نعمل صلة رحم. بعدين بنروح نلعب. بسوريا في بكل منطقة بكل مكان في هيك ساحة للألعاب، كل الأطفال بيتجمعوا فيها فبنلعب يعني، وبنروح نشتري هدايا وبنرجع. طيب مختلف بقى ده ايه عن اللي بيحصل في مصر؟ هون ولا انت تقصدي ان علشان قرايبكم كلهم كانوا هناك هونيك كانوا وجدك كل وجدتك قرايبنا. فبتزوري حد هنا في العيد؟ هون ما في حدا هون بصراحة. ما بتروحيش لاصحابك؟ يعني لا، يعني هي ولا مرة ما جربت روح، يعني كلهم أماكنهم بعيدة وهيك. بس هون مثلا بنروح على المولات، وبنروح يعني بنروح أماكن كتير حلوة بمصر. طيب قولي لي، احنا قبل ما نصور كنتي بتقولي لي ان انت بتعرفي تلقي كويس، عندك مهارة فن الإلقاء، صح؟ سمعينا حاجة. ماشي. حابة أسمعكم قصيدة اسمها القصيدة الدمشقية للشاعر نزار قباني الله يرحمه. الله يرحمه. هذه دمشق، هذه دمشق، هذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح. أنا الدمشقي ولو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا. زراعة القلب، زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا. ما لقلبي إذا أحببت جراح. مآذن الشام، مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح. للياسمين، للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تخفو حيث ترتاح. طاحونة البن، طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف أنسى وعطر الهيل فواح. ما للعروبة، ما للعروبة تبدو مثل أرملة، أليس في كتب التاريخ أفراح. حملت شعري على ظهري فأتعبني، ماذا من الشعر يبقى حين يرتاح. هنا جذوري، هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضح؟ هل في العشق إيضاح؟ الله، برافو عليكي. شاطرة يا نور، برافو عليكي. لا سيدة من ذوقك. شفتكم متأثرين بيها جدا صراحة بالقلب غصة وبالقلب حرقة. نحن المفروض كنا نجيب حلويات ونعرفكم على الحلويات الشامية الدمشقية الأصيلة، بس كرامة لأهل سوريا وللظروف اللي عم يمروا فيها ما حبينا نعرض الحلويات، وفي دموع وفي دم جاري بسوريا. يعني نسأل الله أن يفرج عن سوريا وعن كل بلاد المسلمين. آمين. آمين. والعيد الجاية بإذن الله هنكون بقلب سوريا عم نحتفل بإذن الله ويعم السلام على كل الأرض السورية.
يا رب امين، كلنا بنتمنى كده يعني، آمين مش يا بس الله. انتوا، لا احنا كمان بنتمنى ان انتوا ترجعوا لبلدكم سالمين غانمين. الخروج كان صعب بالنسبه لكم؟ جدا. نحن خرجنا وتركنا ارواحنا هنيك ببلدنا حقيقه. سبتوا كل حاجه مع انه يعني اجت الفرصه انه نشكر اهل مصر نحن اللي احتضنونا، ولن ينسى السوريون ما حيوا ما قدمه الشعب المصري للشعب السوري على ارض مصر حقيقه. ولكن جرح ينزف لا يرمم الا بالرجوع بالعوده الى الوطن. صحيح. ارواحنا هناك، عيوننا تتطلع الى العوده اليوم قبل غدا، مع اننا يعني جميع السوريين هون عملوا علاقات جميله ورائعه مع اخوتهم المصريين، واشتغلوا واثبتوا بشغلهم. طبعا هذا موضوع ثاني، بس يعني التوادد بين المصريين، الوقفه الحميميه، ليس هذا غريبا على قاهره المعز. هي الدره اخت دمشق. زمان في حادثه بدي اقول لك اياها، انه لما انضربت هون بالعدوان الثلاثي الاذاعه كانت تصدح دمشق من دمشق من القاهره. ايوه صح. الاذاعه كانت تصدح من دمشق من القاهره، بدات تبث اخبار مصر من دمشق. هذا التآلف التاريخي العميق هي. نحن بيناتنا ليس بس يعني انه عدونا واحد، نحن بيناتنا نسب وتصاهر يعني. صحيح. عوائل كثيره تزوجت وانجبت، المخول سوري او المخول مصري وبالعكس. وشوارع سوريا كمان فيها شبه كبير قوي من شوارع تشبه شوارع مصر زي وسط البلد، وفيها اسماء لابطال مصريين استشهدوا ايضا بالمناسبه يعني. فعلا. يعني في عمق تاريخي بين مصر وسوريا غير الدول العربيه كلها. احنا في الاساس كنا دوله والى الان نستشعره نحن، وابنائنا الجيل القادم سيستشعره بعدنا. هذا الشيء ما بينمحى ابدا. جول جمال من عنا استشهد عندهم على السواحل المصرية. جول جمال من عنا من اللاذقية. عندنا كذا شارع هنا اسمه جول جمال. نعم. هو سوري من محافظتنا. هلا انا بصراحة حابة يا ميساء انا وياك هيك نحكي شوي عن اجواء الاعياد بسوريا. لا انا عايزاكم الاول تقولوا لي ايه الفرق بين المدن عندكم في الاحتفال. تمام. هل في فرق ولا كل واحد؟ لا تتشابه المدن في الاحتفال، يعني بتبقى بلد واحد، في تفاصيل صغيرة بتختلف فيها المدن السورية بالاحتفال العيد، ولكن كل سوريا برمتها. العيد الصغير اسمه عنا عيد الحلو نحن، والعيد الكبير اللي هو الأضحى اسمه عيد الفواكه. عيد الحلو لأنه الثاني اسمه ايه؟ عيد الفواكه. الفاكهة يعني الفواكه مش اللحمة. احنا عندنا عيد اللحمة. لا طبعا لحمة أضاحي. اسمعيني لو سمحتي، بعد رمضان تطلعي من رمضان جسمك بحاجة سكريات، ده تاريخيا يعني له عمق تاريخي مش جديد. من زمان يعني العيد الصغير هذا لازم الحلويات بكل انواعها. عندنا اسمه عيد الكحك. طبعا ايوه كده دي لكن العيد الكبير عندنا عيد اللحمه اضاحي طبعا. بس نحن ما بندخل الحلو بعيد الكبير، بندخل فواكه كمان. فهمتي علي كيف؟ حتى العيد الصغير اول يوم العيد كل البيوت السوريه ستشتمين رائحه اللحم بلبن يعني. الشاكريه يعني شاكريه ورز يعني. هي زبادي مطبوخه. ايه الشاكريه؟ طب قولوا لنا هي عباره عن لحمه ضاني الهبره مسلوقه طبعا ومطبوخه باللبن اللي انتم بتقولوا عليه اللبن الزبادي او اللبن الرايب. الزبادي. نعم الزبادي. يعني بتحطوا اللحمه على النار تتسلق وبعد كده بتحطوا عليها لبن رايب. تتسلق بعد ما تستوي نصفي اللحمه من المرق. طب هو اللبن ده ما بيقطعش مع اللحمه؟ لا اسمعني، نكون شاويين له طريقه في الشوي في الطبيخ ده يعني. مش اكله جديده، ده عمق دمشقي يعني. يعني اكله مفتخره كمان ولذيذه جدا يعني وفاخره. تشوي اللبن بطريقه معينه على الغاز مع النشا طبعا حتى يمسك شويه زي البشاميل. ايوه وبعدين البشاميل مكوناته مختلفه، فيها الطحين والزبده فيها وكذا. لبن بس قوامه بتصير نفسها يعني قوامه هيك سماكه اللبن اخف من البشاميل بشوي. بعدين بناخذ اللحم المسلوق وبنضيفه على اللبن، بنخليه يتشرب اللحم مع اللبن وبنطبخ قدامه الرز المفلفل اللي هو بالشعريه يعني. ده لازم يعني اول يوم عيد يكون على الموائد السوريه أكلة الشاكرية هي يعني. الشاكرية. نعم إن شاء الله. طب إيه تاني من أكلات العيد مشهورة عندكم؟
طبعا الكباب، الملوخيه كمان. الملوخيه، المحاشي بانواعها. الملوخيه زي بتاعتنا ولا مختلفه؟ لا مختلفة شوي الملوخية، في إيه نحن بقى؟ بنطبخها بورق، ورق مثل ما هي. هون المصريين بنخرطها. بيخرطوها بتصير ناعمة. آه. لا السوريين بتفضل ورق، اما بيطبخوها ورق اخضر مثل ما هي، بتنفرم فرم خشن بالسكين بنقطعها، او بتكون ميبسينها محتفظين فيها كمونة يعني من الشتاء من الصيف الماضي. زي الملوخيه الناشفه بتاعتنا. ناشفة، ايوه، بس كمان أيوة. ورق. والفرق المصرية عن السورية انه نحن السورية بنحط لها الليمون الحامض اللي هو الليمون يعني نعصر، وهي اساسي بقلبها يعني، فبتلاقيها هيك طعم ليمون عليها وهي حامضة. بتتعمل ولا بعد ما ايه بتخلص؟ لا معها، بتنغلى مع المية. طعمها بيبقى حلو؟ ايه كثير روعة. جربناها. حنعزمك لعندك هلا في تجربيها. طريقتين للطبخ، في طريقه مدن بيطبخوها بالليمون، وفي الطريقه نحن الدمشقيه بنحط الليمون بعد ما تسكبيها بالاطباق يعني. واثنين طيبين، زي ما احنا بنحط ليمون على الباميه في الاخر. تماما. بنحط الكزبره والثوم بقلبها طبعا وقت بنطبخها وبنقليها. عاوزه تطبخيها بالفراخ وباللحمه. الارانب ما عندناش، نحن هنا عرفناها. ما بتاكلوش ارانب؟ لا ابدا. لا والله. لا خالص أبداً. مش موجوده في سوريا. لا ما عندنا بسوريا موجوده، أكل بس أرانب. موجوده كتربايه يعني كده عشان الاطفال اللي يلعبوا فيها ويزهزهوا نفسهم. ما ياكلوهاش. طب كلتوها هنا لما جيتوا؟ ولا مش جاي لكم قلب برضو؟ انا لا جربت والله. هلا انا عن نفسي بخاف اكلها، مش عارفه ليه. الطعام ثقافه شعوب، انت عارفه يعني. مش يوم واثنين وثلاثه، هي مئات السنين يعني. طبعا طبعا. اوكي، فصعب تغيري العادات خصوصا السوريين لما حضروا لمصر يعني ما شاء الله كان عليهم، حضروا كل عاداتهم، حضروا رمضانهم معهم، فطورهم، سحورهم، اضحاهم، عيد الفطر، فطرهم، يعني كل طقوس السوريين اجت معهم. يعني سبحان الله كأنه نحن أضفنا شيء للمجتمع المصري يعني. لا واحنا دلوقتي كمان لما نعوز نحلي حلويات سوري او ناكل اكل سوري على طول هنطلع على 6 اكتوبر. نطلع على محافظة دمشق. دمشق سوريا معروفة. طب عايز اعرف من نور بقى، هي بتحب ايه في اللي انتوا بتقولوه ده؟ في الاكل اللي هم قالوه دلوقتي بتحبي ايه؟ بتحبي تاكلي ايه في العيد؟ نحن بصراحة جده الله يرحمه هو كان مصري، والد وماما، فهو كان يعني بيحب دائما أول يوم عيد نروح عند تيتا وتطبخ لنا الفراخ على الطريقة الدمياطية. اللي هي ازاي بقى؟ نحن بنحشيها مثلا يعني حتى الدمياطية انا مش عارفاها يا ربي. على الطريقة الدمياطية كنا يعني أحيانا كل جمعة ناكلها، بس لازم يعني اول يوم فراخ محمره ولا مشويه؟ بسوريا ربيوا الاولاد والاحفاد على الاكل المصري بسوريا. الاكل المصري الدمياطي. ايوه الاكل المصري الدمياطي، يعني كل شيء هي عم تقول لك مربوط بذهنها بيت جده مع الاكل المصري بسوريا. يعني اول يوم كنت بتروحي تاكلي عند جده الاكل المصري. اكتر حاجه في الاكل المصري كنت بتحبيها ايه؟ هي اكتر اكله كنا ناكلها اللي هي الفراخ، يعني بنسلقها اول شيء بنحشيها بصل كمون، بعدين بنسلقها، بعدين بنحطها بالفرن، واكله جنبها اسمها بطاطس نبويه. هي كمان دي عندنا احنا. برافو. دي عندنا احنا في مصر. ما اعرفش. بطاطس مع رب البندوره اللي هي مع دبس الطماطم، يعني بتنطبخ مع البصل. صينيه بطاطس. بطاطس هي صينيه بطاطس. احنا من النبويه دي بقى. مصري. بنطلعوا اسم مصري نحن. شايفه دي كانت بتعجبك؟ بيوصفوا الاكل المصري بيدلعوا يعملوا حاجه ثانيه خالص. دي كانت بتعجبك بقى؟ كان بيديكي عيديه برضه بالمصري ولا بالسوري؟ اكيد بالسوري عشان تصرفي هناك. بس كان يجيب كل عيد يجيب يعني فلوس يعني ذهبيه، يعني يكون اول ما جايه مثلا متصرفه يعطينا كلياتنا. كل واحد كان على ايامنا كل واحد كان ياخذ 100 ليره. يعني كام؟ ما بعرف على المصري شيء. يعني تيجي على 100 جنيه تقريبا. على 100 جنيه يعني تقريبا. حلو رضا. احنا فين وبقينا فين؟ طيب قولوا لي طريقه عمل الكحك والبسكويت زي بتاعتنا ولا مختلفه؟ لا كعك العيد مختلفة عندنا برضو؟ ازاي طيب؟ حلويات العيد كلها مختلفة. الحلويات نحن عندنا مكونة لازم يكون داخل بقلبها الجوز والفستق. الجوز اللي هو عين الجمل. الفستق كمان عندكم عالي جدا في الفستق الحلبي ده اساسي 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 في الحلويات. اسمه الفستق الحلبي اصلا نسبة لحلب بتاعكم يعني. نعم. نحن بناكل الفستق بالحلو وبناكله مالح كمان بالموالح. وممكن نستعمله بالطبيخ كمان مشان نكون بالصوره يعني فستق في الطبيخ، فستق وصنوبر مع الرز مثلا. اللوز نجلل
الرز اللي معمول باللحمه مثلا زي المنسف او الكبسه او الرز بفول مجلل بلحمه، دي اكلات دمشقيه عريقه يعني، او شاميه بالاحرى عريقه، او رز ببازاليا بنجلله بالمكسرات نحن يعني. نجللوه يعني نزينوه. نزينه نعم. فهمت انا ده على طول. اساسي عندنا في سوريا يعني. طيب انتوا اللوز عندكم هو عين الجمل؟ لا الجوز هو الجوز. عين الجمل. اللوز اللوز هو لوز. انا طول عمري في الاغاني بتاعتنا اقول طب اللوز وانا عارفاه، الجوز ايه؟ الجوز عين الجمل. عين الجوز الجمل. عين الجمل. اللي بيشبه الدماغ بقى وتكون ده انا كده. عارفاه، انا باكله كتير. ده مفيد جدا. طيب بالمناسبة. انا عايزاكم دلوقتي عشان احنا قدامنا بالظبط دقيقه هتعيدوا على اللي انتوا عايزين تعيدوا عليهم يشوفوكوا في التلفزيون، ناس تكونوا ما بتشوفهمش. ابتدي بيكي. انا بالنسبه لي شخصيا ما عندي عيد وانا بعيده عن وطني ابدا، ولكن يعني سماحه اصدقائي المصريين، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين ومصر طيبه، ويا رب ينعاد علينا بسوريا ورد بعض من جمايلكم واتجهونا سوريا يا رب. يا رب ترجعوا سالمين يا باذن رب الله. كل الناس بخير. والله انا عيديتي لاهلي بسوريا، اخواتي قرايبيني كلهم بسلم عليهم كلهم، ان شاء الله بنجتمع قريبا، وبعيد كل الامهات السوريات اللي فقدوا ازواجهم اللي عم يمر هذا العيد اول عيد عليهم بدون احبابهم فقدوا او حتى فقدوا اولادهم، بنعيد عليهم قلوبنا معهم وبندعو ربي يثبتهم باذن الله تعالى ويجعل هالصبر كله بميزان حسناتهم. يا رب امين. نور هتعيدي على اصحابك ولا ايه؟ أول شي بحب أعيد على قرايبينا، بقول لهم كل عام وإحنا بخير، وكل عام سوريا إن شاء الله تكون بخير، ومصر كمان. وحابة أعيد على صاحباتي بمصر هنا ولا سوريا اثنيناتهم. طب قولي اساميهم بقى. ما بعرف. بصي لهم في الكاميرا بتاعتك دي كده وعيدي عليهم يعني. والله بسوريا يعني لي زمان ما عم بتواصل مع رفقاتي، بس هون حابة أعيد على صاحبتي اللي هي الانتيم الإلي، يعني اللي هي أكتر صاحبة عندي، اسمها يوستينا. بقول لها كل عام وانتي بخير، وان شاء الله نضل مع بعض دائما. هي يوستينا بس؟ مش حد هي اكتر صاحبه. طيب مين تاني؟ حابه اعياد على فرح، ياسمين، هاجر. صاحبات عبير كمان بالمره. صاحبات عبير، مين عبير؟ عبير اختها. عيدي على صاحبات عبير، مش توجبي مع صاحبات اختك كده. بدي اعيد على صاحبه عبير، هي بسوريا هلا عم تتواصل معها، اسمها هند. بقول لها كل عام وانتي بخير هند. وحابة أعيد على آية وشيماء، بدنا كمان كل عام وانتم بخير. يا رب دايما كل ايامكم في اعياد وفي سعاده، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا رب. ويعني مش قادره اقول لكم نشوفكم تاني، انا عايزه اشوفكم في سوريا ان شاء الله يا رب امين. ان شاء الله ان شاء الله نستضافك عنه. انا عاوزه اختم بحاجه. اي سوري دلوقتي بتكلميه بيقول لك ان شاء الله العيد القادم في سوريا. يا رب ان شاء الله. وتيجوا مصر وقت ما تحبوا ان شاء الله. شكرا ليكم، شرفتونا ونورتونا. شكرا كثير لك. شكرا. مشاهدينا خلصت فقرتنا. بعد الفاصل مع رباب الخشن، كل سنه وانتم طيبين للمره الثانيه.